عايزه اسالك سؤال يا مدام بقى، بصراحه رايك في الشغل عندنا عجبك ولا ما عجبكيش؟ شغل كويس جدا والله، وانا كنت خايفة خالص اعمل الحواجب بتاعتي. بس لما اشتغلت وكده لقيت شغل كويس حسيتي جدا بألم بصراحه؟ مفيش التهاب، لا لا، مفيش اي مفيش مشكله؟ اي الحواجب حاجة، طبيعيه مفيش اي خالص زي ما انتم مشكلة شايفين كده، والله. مع ان بشرتها دهنيه وحساسه جدا. بس زي ما انتم شايفين مفيش التهاب، مفيش احمرار، مفيش حساسيه، مفيش اي مفيش حاجه. اي حاجة. وكمان بدون حقن بإبر زي ما قلنا قبل كده ان لا الإبر طبعا غلط. مفيش اي حاجة، ده بنج هو بنج موضعي. بسيط كده اه بنج ومفيش موضعي. اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده شكل الحواجب كنت بعد. خايفة من الحواجب جدا جدا والله، طلعت كويسة جدا طب وايه رأيك في جدا. التعامل معانا؟ كويس جدا طبعا، مفيش كلام. ماشي، تسلمي لي يا انا قلبي. لسه هشتغل معاكم النهاردة يعني اول مرة. السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة زي ما شفتوا كده في بداية الفيديو، العميلة حبت ان هي تقول كلمة حق. قالت لي لازم اقول رأيي. ليه تقول رأيها؟ لسبب انا مش بفور حد يقول رأيه، هو الشغل بيبقى باين وبيحكي عن نفسه. بس هي حابة تقول رأيها. الهدف هي كانت جاية خايفة جدا ومرعوبة، وطبعا شايفه صور على النت وشايفه فيديوهات وشايفه شغل ومش عارفه ايه. فكانت انا بسرع لكم الفيديو ده كده كده، انا حاطه بنج موضعي، فالفيديو ده مش محتاجين ان احنا نبطئه يعني واحنا شغالين كده. هي كانت جايه مرعوبه وكانت جايه خايفه طبعا ان احنا نشيل الحاجب، ان احنا نكون بنشيل الحاجب يعني وبنرسم عليه. بس زي ما انتم شايفين كده دي حواجبها الطبيعيه بس من غير راس، الحاجب رفيع. في الفيديو ده بقى هي كانت عامله صبغه، والمفروض ان الصبغه يعني لسه بواقي، كانت عامله تاتو فلسه بواقي الصبغه في الحاجب. فاحنا هنضطر نحط البنج ونمسح شويه كده، بحيث ان احنا مش هينفع نشتغل على الصبغه دي عشان اللون بتاعنا يلقط ويثبت معانا. فهنضطر دلوقتي نحط بنج ونمسح، وهوريكم ان البنج الموضعي هيمسح معانا. طبعا هي بشرتها دهنيه، عشان كده برضو خايفه وبتقول انا بشرتي حساسه جدا وبتتحسس من اي حاجه. قلت لها ما تخافيش وسلمها لله، وان شاء الله الشغل هيعجبك جدا. عشان كده هي لما عملنا وشافت الشكل في الاخر، هي طبعا ما كانتش حابه برضو. لو تلاحظوا ان التاتو اللي هي كانت عاملاه على قد الحاجب بالظبط، هي قالت لي انا مش عايزه احس ان الحواجب بتاعتي فيها اختلاف، مش عايزه احسها كبيره ومش عايزه احسها عريضه، ومش عايزه احس ان انا رسماها او مغيره في شكلها. اهم حاجه احس ان انا طبيعيه، بس تبقى حاجه ثابته معايا، وعايزه الراس برسمه كده بسيطه من قدام. تمام. طبعا احنا هنحط بنج موضعي. بس انا عايزه اقول نصيحه لاي حد مبتدئ او اي حد يتفرج على الفيديو، نصيحه لوجه الله. حتى لو مش حد مبتدئ وبيتفرج على الفيديو، وفي حد من قرايبك او اصحابك او اخواتك او جيرانك عايزين يعملوا، تجنبي البنج الحقن يا جماعه، تجنبوا الحقن. والله العظيم، والله للامانه، والله للامانه لو بتسمعوا اللي الواحد بيسمعه، والله عمركم ما هتاخدوا ابر تحت الجلد لو فيها ايه. اقسم بالله لو بتسمعوا اللي الواحد بيسمعه، انا ما برضى اعمل كده عشان اتجنب اي مشكله انا هوقع نفسي فيها. وبرضو ان انا يعني لازم ضمير الواحد، يعني ما ينفعش ان انا ابقى عارفه ان هي هتاذي اللي قدامي، مش عشان اقعدها ثابته تحت ايدي. لا، تتوجع شويه مش مشكله، هو الموضوع ما فيهوش الم يعني، احنا مش شغالين ده الموضوع مشرط صغير جدا زي اسنان المشط كده. سنانه رفيعه جدا، لان المشارط دي برضو يا جماعه حابه اقول ان هي مقاسات. فاحنا بنشتغل بالمقاس على حسب الحاجب اللي قدامي. الحاجب العريض له مقاس معين، الحاجب الرفيع له مقاس معين، الحواجب المفرغه او الفاضيه من جوه او البشره الدهنيه الحساسه اللي زي كده بمشرط صغير خالص. المشارط دي انواع ومقاسات كتيره جدا. فاي حد مبتدئ او اي حد بيتفرج على الحواجب دي او الفيديو ده، نصيحه لوجه الله، لو اختك، صاحبتك، جارتك، اي حد عزيز عليكي رايح يعمله، قولي لها اوعي تاخدي ابره تحت الجلد. نصيحه لله، ابحثوا عنها واعرفوا هي مشاكلها ايه واضرارها ايه. بعد كده ما بتحسيش بيها وقتها، بس على المدى الطويل اي حاجه مختلطه بالدم بلاش منها. تمام. خلينا نتكلم عن الفيديو بتاعنا ونرجع للفيديو بتاعنا تاني. هذكركم كده مع بعض نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي مش مشترك معانا يا جماعه يا ريت يشترك معانا في القناه. على فكره الميكرو ده عليه عرض بدل 500 جنيه عامل 300 جنيه. زي ما انتم شايفين كده باين طبيعي جدا جدا، وباين ان هو كانه حواجبها، كانه شعر في حواجبها، باين هادي برضو، ما عرضنا لهاش الراس. المفروض ان الحواجب دي بقى بعد اسبوع هنضطر نحط ان احنا فازلين مثلا او زيت جونسون او كريم مرطب، اي حاجه في البيت عندي مرطبه، مش بشترط عليكي بحاجات معينه.
اي حاجه مرطبه استخدميها، بحيث ان انا هيعمل زي طبقه قشره كده. طبقه القشره دي هتتشال. بعد كده ابتدي ان انا اتعامل عادي، هيبتدي يهدى عن كده كمان. ده هو كده كمان باين تقيل معاكم لان هو لسه فيه صبغه، مع العلم ان هي قامت غسلت وشها، وهي هتتفرج على الفيديو ده وتقول والله العظيم قامت غسلت وشها. اي مركز تجميل بيعمل حواجب ميكرو بيلدينج ما بيرضاش يخلي العميله او الزبونه تغسل وشها لمده اسبوع. والكلام ده اكيد ناس كتيره جدا هتسمع الفيديو وتعرف ان انا اللي انا بقوله ده فعلا حصل معاهم ولا لا. اي حد بيقول بلاش الميه، بلاش الميه ليه؟ لا تغسلي وتعاملي عادي وتوضي، انا مش همنعك ان انت تغسلي وشك ومش همنعك ان انت ما تتوضيش، لا اغسلي وتعاملي عادي. هو كده كده اوريدي مع نفسه بيبتدي يخف. ما دام الحاجب يعني قشر خلاص، خلاص كده، ما كده كده له عاده يعني. ده كان شكل الحاجب، شكله طبيعي جدا وشكله حلو جدا وعجبها قوي قوي. عشان كده هي كانت جايه انا بمسح ما عادش فيه حاجه اهو، باين هادي خالص خالص خالص. قالت لي انا عايزه حاجه في البدايه خالص احس ان هي طبيعيه، انا من غير ما ارسم حواجبها ومن غير انا مشيت على الرسمه اللي هي رسمه الحاجب، من غير ما اسطره ومن غير ما اعمل اي حاجه. تاني هقول تاني، بلاش المبتدئين يشتغلوا يا جماعه بإبر تحت الجلد، وبلاش يشتغلوا برضو بالمكنه. نصيحه يعني نصيحه، بلاش المكنه، لان المكنه دي كهرباء، بتبقى ضغط شويه، بتخلي ايدك تتهز غصب عنك، ما بتبقيش متحكمه زي الشعر اللي احنا بنرسمه ده، ما بتبقيش متحكمه. لو حته اضطرت ان هي تعلي منك او تزيد منك او تعرض منك، هتضطر ان انت عشان تظبطي اللي جنبها وتخليهم شبه بعض، هيضطر الحاجه بيعرض، فانت هتقعي في مشكله مش هتعرفي تخرجي منها. ده كان شكل اللوك بتاعي او شكل الحواجب بتاعت النهارده. يا رب تكون عجبتكم زي ما هي عجبتنا. شايفين الجمال؟ طبيعيين جدا، هي قاعده تضحك ومبسوطه وفرحانه. شايفين مفيش حمران، مفيش التهاب، مفيش تورم، مفيش نقطه دم. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد.